كم مره عملت صوره واو او فيديو واو وكان في دماغك ايه ده هيكسر الدنيا، ولما نزل على السوشيال ميديا ما باعش؟ وتقول ازاي؟ يعني المشكله في الاعلانات، وتقول نفس الطريقه دي البراند كذا عاملها والمكان عنده ما بيفضاش. ما ينفعش تقارن نفسك بحد، ده شخص تاني ليه 10 او 15 سنه في السوق في ارض الواقع السوشيال ميديا، ودلوقتي هو بيحصد اللي زرعه. مش معنى طريقه التسويق واللي نجحت زمان هتنجح دلوقتي، كل وقت وليه الطريقه بتاعته. انت دلوقتي طريقتك والموضوع بتاعك مختلف. انت دلوقتي عندك اصلا فرصه انك توصل لكل عميل في بيته، حرفيا توصل في بيته في تليفون. فرصه كانتش موجوده زمان، فانت ممكن توصل دلوقتي بكل سهوله وباقل الادوات اللي ممكن تصور بيها وتظهر وتتكلم عادي. ومش معنى كده بقول لك ان البروفيشنال ما بيجيبش شغل، لا، بس لازم يكون في بالانس. العميل هيجي لي ليه؟ لازم تفكر كده، حط نفسك مكان العميل، انا هاجي لك ليه؟ فهي الفكره كده، لازم تتعامل مع العميل في الفيديوز بتاعتك اكنه في الستور عندك. انا بقدم كذا، خدماتي كذا، بقدم لك خدمه ما بعد البيع، طمنه، بتكلم معاك كويس. ده كفايه، ده كفايه انك تطلع تكلمه بشياكه. فدلوقتي ابسط موضوع انك تطلع تتكلم، اطلع اتكلم مع العميل بتاعك، هو هيثق فيك. مش شرط يشتري النهارده، بس هيبقى من ضمن الجمهور بتوعك، بس ده الهدف.